النهاردة جاية أكلمك عن حاجة جميلة. الخيال. وما أدراك ما الخيال. إزاي كنا هنقدر نعيش في الدنيا دي من غير ما يبقى عندنا القدرة على التخيل، إننا نحلم ونرسم عالم جديد في عقولنا وفي قلوبنا، نبقى مؤمنين بيه لحد ما يبقى حقيقة. الخيال هو من أحلى الحاجات اللي ربنا رزقنا بيها وميزنا بيها كبشر. معظم الاختراعات والتطور اللي وصلت له البشرية كان في الأصل عبارة عن خيال في عقل بعض البشر. الفرق بينهم وبين غيرهم إن كان عندهم الإيمان، إيمان قوي بأحلامهم وبخيالهم الواسع، وإن الخيال ده ما كانش مجرد صدفة، كان إلهام من رب العالمين. قدروا بإيمانهم وإصرارهم يخلوه يبقى حقيقة. أيوة، الخيال محتاج إيمان قوي وإصرار من صاحبه، ويقين إن حلمه مش صدفة وعدت أو مجرد وهم. لأ، ده حقيقة، حقيقة موجودة في بعد تاني، محتاج شجاعة من شخص يقدره ويرعاه، ويكون عنده الإيمان والإصرار إنه يقدر يحوله الحقيقة في عالمنا. أحب أقولك إنه من غير الخيال دنيتنا ما كانتش هتكون بالشكل اللي هي عليه دلوقتي. الموبايل اللي في إيدك وبتكلم بيه أي حد في الدنيا في أي وقت وفي أي مكان كان مجرد حلم وخيال في عقل بني آدم تاني. الطيارة اللي بتركبها وبتلف بيها الدنيا في ساعات قليلة كانت مجرد حلم وخيال في عقل إنسان تاني. شاف الطيور اللي بتطير في السماء وحلم إنه يقدر يطير زيهم في يوم من الأيام. الفرق إنه فضل ورا الحلم ده وصدقه، صدق إنه حقيقة. كان عنده الصبر والإصرار، ودول كانوا كفاية عشان يفضل يحاول يطير. خلانا النهاردة نقدر نطير في السماء ونوصل لأبعد مكان في العالم في أقل وقت ممكن. وزيه أحلام كتير بفضل إيمان أصحابها وإصرارهم وصبرهم بقت حقيقة. الغريب إن في ناس كتير بتسفه الخيال وبتعتبره وهم، وبتسخر من أصحاب الخيال ومن أحلامهم. للأسف نسبة قليلة جدا من البشر هي اللي بتحترم الخيال وبتقدره وبتحترم أصحابه، لأنهم فاهمين إن الخيال هو أهم وسيلة للتطور، هو أقوى أداة نقدر بيها نغير حياتنا للأحسن. أما اللي بيشوف إن الخيال ده شيء تافه وساذج فبجد بستغربه، مش بقدر أفهمه. إذا كان عقل الإنسان في حد ذاته معجزة إلهية ملوش حدود في التفكير والإبداع، إزاي عايزين يحطوله حدود ويخلوه ما يحلمش؟ هل في حد يقدر يتخيل حياة بدون أحلام، بدون خيال يرسم المستقبل ويلونه؟ حياة بدون خيال هي حياة كئيبة باهتة، ملهاش طعم ولا لون، بدون روح وبدون أمل. بس التوازن برضو مهم جدا. مش معنى كلامي إن الإنسان يفضل غرقان في أحلامه وغرقان في الخيال ويعيش في الوهم وينفصل عن الواقع، لأنه في الحالة دي الخيال هيكون وصله لحالة مرضية، مش هيكون خيال صحي بيساعد صاحبه يحلم ويتعلم ويحلي حياته ويجملها ويلونها، لأنه ساعتها هيكون وسيلة للهروب من الواقع. خلي خيالك واسع، أحلم وتخيل، ولون دنيتك بإيديك. وخليك فاكر الخيال والأحلام لوحدهم مش كفاية،
الإرادة والعمل هما اللي هيحولوا الحقيقة وواقع تقدر تعيشه. ما تحطش لعقلك حدود انت اخترعتها عشان تفضل واقف مكانك ما بتتحركش. احلم وخلينا نحلم معاك، بكرة خيالك وأحلامك تبقى حقيقة، وساعتها حياتك هتكون أحلى.